السلام عليكم طلاب الأعزاء، رجعنا وياكم بفيديو ثاني ومقولتنا خلي تكون هاي ثابتة، لا تفكر لها مدبر. اليوم عندنا قوانين الحرارة. قوانين الحرارة أساسية، دائما بين فترة وأخرى يجي عليها سؤال بالوزاري. أهم فقرة أنه لازم أنت تركز بيها، تعرف أنه الحرارة الرمز مالتها كيو مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، وقلنا أنه الكيو الوحدة الأساسية لها هي الجول. عندنا التغيير القانون اللي هو التغيير بالحراره يساوي تي اف وتي اي. شلون نعرف تي اف؟ يا اما يقول لك الحراره النهائيه، يا اما يقول لك من يعني عفوا الى الحراره النهائيه، الى الحراره النهائيه. وتي اي اللي هي الحراره الابتدائيه، اللي هي من الحراره الابتدائيه. تكون الوحده للسي، الوحدات مهمه جدا، تكون الوحده للدلتا تي هي سي. اهم شيء الوحدات. نرجع هنا نقول شنو وحدتها هاي؟ وحدة الحرارة هي جول. هنا شنو وحدة السعة؟ جول على سيليزي. والدلتا تي قبل قليل اخذناها سيليزي. شوف اذا اراد بالسؤال احسب كيو ومنطيني السعة الحرارية، راح اقدر اختصر السعة مع السعة حتى تطلع لي الوحدة مالتي بالجول. اما القانون الاخر هو السعة الحرارية يساوي زيتا. لازم نعرف الوحدات. السعة اخذناها قبل قليل اللي هو السعة هنا جول على سيليزي، اما الحراره النوعيه جول على جرام في سيليزي، اما الكتله فهي جرام. اذا قال لي احسب السعه فراح يختصر عندي هنا الجرام مع الجرام، راح يبقى لي جول على سيليزي. واخر قانون وهو الاكثر استخداما، هنا الوحده مالتنا جول، هنا جول على جرام في سيليزي اللي هو الحراره النوعيه، وهنا اللي هو الكتله بالجرام، وهنا عندنا السيليزي. اذا راد قال احسب الكيو راح نطبق ذني كل المعلومات، هنا راح يروح السيليزي مع السيليزي والجرام مع الجرام حتى يبقى بالجول. طالب العزيز، طالب العزيزه، لا تنسون اكو فقره مهمه جدا. اذا بالسؤال مال الحراره ماكو سعه حراريه، اذا مباشره اني ما راح استخدم لا هذا القانون ولا هذا القانون، مباشره استخدم دلتا تي وبعدها كيو، او كيو وبعدها دلتا تي. لا تنسى هذه الملاحظات المهمه طالب العزيز وهذه القوانين مع الوحدات. نراك في درس لاحق.